السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة جدا مميزة، مقاديرها متوفرة، ما بتاخدش معانا وقت، وكمان هنقول على الأسرار للوصفة دي. يعني هتطلعي معاكي فراخ ولا أروع من كده بإذن الله. بس تابعيني لآخر الفيديو لأنك هتشوفي أسرار ممكن تكوني لأول مرة تسمعيها. النهاردة وصفتنا مش محتاجة غير فراخ مغسوله كويس بمحلول النقع. يا ريتك تكوني غسلاها كويس قوي بمحلول النقع، وتكوني شايله الكلوه، اهم حاجه بتسبب الزفره زي ما انت شايفه اهو. انا مش مخليه لها مكان اهي، فاضي اهي، شايفينه؟ يا رب يكون الكاميرا جايباه اهي. دي اهم حاجه ودي اهم نقطه اهي. تعملي محلول نقع من 3 لتر ونص ميه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ملح، ورق لوري، حبهان، قرنفل، مستكه عايزه تحطي، روزميري عايزه تحطي، زعتر عايزه تحطي، اي نكهات حضرتك بتفضليها حطها وبراحتك خالص، ما حدش هيقول لك ليه انت بتعملي كده. تمام؟ هستفاد ايه من محلول النقع؟ انا عامله لكم فيديو برده ومنزلاه قريب عن محلول النقع واسراره وايه الاسباب العلميه ليه. والله يا ريت تسمعوه لان هتستفادوا جدا، وهتعرفوا كمان احنا بنعمل ليه محلول النقع للدواجن. حبايبي، اللهم صل على النبي. بعد ما تنقع الفراخ في محلول النقع هتلاقيها زي الفل زي ما انت شايفه كده. هنعوز ملح وفلفل اسود، وهنعوز الحله تكون سخنه كويس قوي، وهنشوف بقى باقي المقادير واحنا بنعمل الوصفه. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، سخنت الحله كويس جدا، حطيت فيها ماده دهنيه، سمنه، زيت، زبده، براحتك خالص. سامعين الفش دي؟ هي ديت اساس الوصفه. كده انا ضمنت ان الفراخ قفلت الانسجه، وحطيت بكله على العصاره اللي هي شربتها اثناء محلول ايه؟ محلول النقع. ما شاء الله تبارك الله. كده كويس قوي، هو ده اللي انا عايزاه. كده الفراخ هتفضل معايا ايه؟ طريه، لان انا حبست العصاره داخلها، فهتفضل معايا اوريدي ايه؟ محتفظه بالفوائد اللي فيها، وهتديني نتيجه ولا اروع من كده. وهنبدا نقلب يا حبايب قلبي، وما شاء الله زي ما انتم شايفين بتتقلب بسهوله، وخدت اللون الجلد الروعه اهي، ما شاء الله تبارك الله. وهنا هبدا ارش الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين، لان الفلفل الاسود بيتفاعل جدا مع الحراره وبيطلع الزيوت العطريه بتاعته، ولو شميتوا الريحه هتقوموا تعملوا الوصفه دلوقتي. وهنا يا حبايبي انا بعد ما رشيت الفراخ هنزل بالميه المغليه من الكاتل زي ما انتم شايفين، ولازم تكون مغليه، ما ينفعش احط برد عشان احافظ على العصاره اللي انا حافظت عليها من اول الوقت. زي ما انتم شايفين هحط الملح واحيق واقلب عشان المرقه تاخد الحد زي ما انتم شايفين كده، واغطي عليها ونشوف. واهو يا حبايب قلبي انتهينا من سلق الفراخ، والفراخ طالعه جوس وطريه وريحتها تحفه يا جماعه. وقدمنا معاها شوربه اللي اتسلقت فيها، وقدمنا معاها رز بسمتي، وزيناها بطماطميه ورده وشويه بقدونس وشبت. يا رب اكون فدتكم. كنت معاكم انا زهره في فيديو جديد من وصفاتنا السهله والسريعه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.